المنطقة 51 أكتر مكان فيه غموضة وسرية في العالم. وإيه قصة المكان ده؟ وهل الكلام اللي بيتقال عليه ده حقيقي ولا لأ؟ هو ده اللي هنعرفه النهاردة. بس قبل ما نبدأ حط لايك كلمتين واشترك معانا في القناة لو أنت مش مشترك، ويلا بينا نبدأ الفيديو. منطقة 51 أو أكتر المناطق اللي تعرف بالجدل والإثارة في العالم. المنطقة دي ببساطة ممنوع إن أي شخص يقرب منها أو يدخلها حتى، أو أي طيارة ترمي فوقيها. تخيل قد إيه الدرجة دي ما هي مهمة؟ خلينا في الأول نعرفكم إيه هي المنطقة 51 وليه اتسمت بالاسم ده. سموها كده إنه عدد الولايات 50، سواء إنها ولاية مخفية محدش يعرف عنها حاجة بالمنطقة 51 أو الولاية 51. مش حاجة أكيد، بس بوجهة نظري سبب منطقي بصراحة. المكان اللي توجد فيه المنطقة 51 نيفادا شمال غرب ولاية تكساس. في المنطقة 51 نشأت بعد الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. فبدأت القصة بتاعت المنطقة 51. بتقول أمريكا إنها أخدت المكان ده عشان تجرب فيه الطيارات الجديدة. لحد هنا كله فل والفل، مش أي حاجة. بس بعد فترة اللي ساكنة حوالين المنطقة دي بدأوا يشوفوا حاجات غريبة. دي كانت عبارة عن أطباق طايرة في السماء. بدأت النظريات تظهر وبدأ الناس إنهم يشوفوا إضاءات بتطير في مسافات عالية أوي. أول مرة يشوفوها. الحكومة الأمريكية بدأت تطلع وتقول يا جماعة الحاجات دي هي عبارة عن الطيارات الجديدة اللي احنا كنا بنجربوها. الناس ما صدقتش لأنهم كانوا متعودين يشوفوا الطيارات بشكل عادي، يوحي إنها طيارة. وفي فترة قصيرة حصلت حادثة راسويل، واللي كانت هو إنه في مركبة غريبة وقعت في مزرعة نيو ماكس. الناس اللي كانت موجودة ولاحت تشوف المركبة بيقولوا إن دي مركبة فضائية، وكانوا بيقولوا إن هم أول مرة يشوفوا مركبة فضائية بالشكل ده. كان حاجة اللي زودت الكلام في المنطقة دي. وبعد ما الحادثة دي حصلت بساعة واحدة، أمريكا منعت أي حد يقرب من المكان ده. تروح تنقل المركبة دي لمكان محدش يعرف يوصله. الكلام على الحوار ده والحكومة ما بتردش بأي حاجة. فهنا زادت النظريات والشك عند الناس. الحكومة الأمريكية بدأت تطلع قرار عن المنطقة دي. أنت حاولت تدخل المكان ده هيبقى ليك 3 عقوبات. العقاب الأول هتبقى بغرامة مالية كبيرة، والعقاب التاني هو إن أنت هتسجل فترة طويلة، والعقاب التالت هيبقى هنا الجنود مسموح لهم ان انت ما تخش اكتر. يبقى الجنود مسموح لهم ان هم يضربوا عليك نار. انت متخيلين مدى اهمية المكان ده؟ والناس ما بقاش عندها فضول تعرف ايه اللي جوه. قصة حصلت سنة 2019. واحد اسمه ماتي روبرت انه يعمل ايفنت على صفحته على الفيسبوك، وانه ويكتب فيه يلا بينا نروح نقتحم منطقة 51 ما يقدروش يوقفونا. الحدث اللي عمله ماتي روبرتس عمل قلق كبير جدا لدرجة ان الناس اللي اتفاعلوا على البيج بتاعته وسع عددهم ل1.5 مليون متابع. استعدوا انهم يروحوا منطقة 51 ويهجموا عليها مع بعض. كانوا محددين يوم عشان يدخلوا مع بعض، بس هنا يحصل حاجة قبل ميعاد الايفنت بأيام، ويطلع ماتي روبرتس ويقول والله يا جماعة أنا كنت بعمل كل ده عشان شهرة وعشان أشهر البيج بتاعتي على الفيسبوك. أكيد 100% الشخص ده تعرض لتهديد من الدولة، وإنه لو الإيفنت ده حصل هيحصل كارثة كبيرة. تخيل إنه 1.5 مليون شخص يهجموا على منطقة زي دي، الدولة مخبية فيها كل حاجة. نسيت أقولك إنه لما حادثة راسويل حصلت بدأ يظهر صور وفيديوهات لفضائيين، والفضائيين دول كانوا مشوهين. استغرب إنه لما الفيديوهات دي كانت بتنزل على اليوتيوب كانت بتمسح على طول. تدل على أهمية الفيديوهات. الأمريكية حست إنها اتحطت في أمر الواقع خلاص، وقالت إن الفيديوهات دي سببها تشوهات من الأشعة النووية. بس ليش؟ إنه أنت لما تشوف المنظر ده قدامك مش هيجي في دماغك غير الفضائيين بس. نأكد لكم على المكان ده ونشوف رؤساء أمريكا هما بيتكلموا عن المكان ده. Very compelling evidence that we may not be alone. But I'm not telling. But we have had people saying that they've seen things. I'm not a believer, but you know, I guess anything's possible. What's really going on at Area 51? I think I just became the first president to ever publicly mention Area 51. إنهم يسربوا أي معلومة عن المكان ده زي ما أنتوا شفتوا كده. أمريكا ما استغربش إنه يكون في حاجة زي كده. كده المنطقة 51 تعتبر من أكتر المناطق غموض السرية في العالم. أي حد قادر يدي تصريح ليها. قبل ما أخلص أنا في فيديو مرعب شفته حابب أوريهولكوا قبل ما أخلص بقى. خلص موضوعنا عن المنطقة 51. الفيديو يكون عجبك. لو عجبك الفيديو متنساش تدوس لايك، واتمنى انكم تشتركوا معايا في القناة لو انتم مش مشتركين، وما ينساش ما خفي كان أعظم. وبيس يا صاحبي.